يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم اكلتنا كتير بسيطة وسهلة. البقلة مع الزيت. البقلة طبعا لها اسماء كتير، في البربين او الرجلة مثل ما بيقولوا. انا اخترتها هون البقلة ورقة ناعم. شوفوا كيف في ناس بياخدوا بس الورق وبيطبخوه. انا الكل اخذت الكل بهالشكل وفرمتها مع العرق اللي فيها. هي لانه فيها كتير افاده البقله وطعمتها كتير طيبه، وهو بالاساس اصلا انا عندي اياها شايفين كيف ناعمه، الورقه اللي لها ناعمه بهالشكل. فانا فرمتهم كلهم وغسلتها وصفيتها. هلا راح احكي المقادير. عندي هون بندوره مفرومه ناعم، عصره ليمون، ليمونه واحده، جزر حسب الرغبه يعني، فيك تبرشيه انا مقطعته ناعم، بصل، حبتين بصل كمان مفرومين ناعم، انا هون بارشتهم برش، 4 فصوص ثوم، الكزبرة الخضراء. انت اذا عندك كزبرة خضراء وحابة وفيك تفرميها يعني تجهزيها. انا عندي هون بحفظها بالفريزر لانه مو متوفرة عندي بشكل دائم. وعندي زيت الزيتون وملح وشوية فلفل. هلا رح ناخذ هدول المكونات كلهم ونروح نشوف كيف رح نعملهم على الغاز، وخليكم معي. انا حطيت المقلاية على النار ورح احط زيت الزيتون، بحط الثوم، حمصة شوي صغيرة، ما بدي اياه يحترق بس يدبل شوي صغيرة هيك، ما بدي اياها كتير تحترق، انا بس بهالشكل شوي. بعدين بحط البصل اللي عندي، انا اخذت قسم من البصل والثوم حطيته بمقلاية تانية لحتى اعمل هون طبق صغير شوي بيختلف يعني عن هاد. وهون رح احط ضيف هلا الجزر اللي عندي واتركه يدبل مع البصل كمان اللي انا حاطته بالشكل هذا. وهون البصل هذا رح احط عليه الكزبرة، لان هاي رح تكون بدون كزبرة، ما كتير مو الكل بيحب ياكل الكزبرة عندي، فبعمل هاي بدون كزبرة وهي مع الكزبرة. هلا بس شوي الكزبرة تبلش تشد شوي، تخف المي اللي فيها، رح نضيف البندورة. هون رح نضيف شوي من الليمون، نص الكمية تقريبا. هلا رح يطلعوا الطبقين تشوفون بالالوان. هون عندي اللون بردقاني، هون عندي اللون الاحمر، لانه رح احط هون البندورة. هلا كمان هيك رح احط البندورة، خلطهم منيح، اتركهم شوي ليعقدوا. طبعا الجزر انا كتير عملته ناعم يعني رح يدبل بسرعة. هلا رح تشوفوا الكمية قليلة فصارت اسرع من الطبق الثاني. انا هون رح احط رشة ملح. انا ما كترت الملح لاني لما دقيت الثوم على السرعة حطيت كمية منيحة من الملح، فما بدي اياها تطلع مالحة. ورشة فلفل، وراح احط البقلة هالشكل. هلا بتشوفوا البقلة هي رح وطي شوي تحت الغاز. البقلة هلا طبعا رح يطلع منها المي، حطها بهالطريقة هاي، خلطون منيح، هي بتدبل بسرعة. هلا انا فيني اضيف الليمون كمان على اللي عندي لهون حتى الكل يتشبع، كل المكونات تشبع مع بعضها. شايفين لونها ما احلى صاير البقلة. طبعا هلا هي بدها تعطي المي اللي بقلبها ورح تستوي على مهلة.
هلا هون رح ضيف كمان انا البقله اللي عندي. هي معلقتين كبير، ضيفها شوي شوي حتى اقدر اخلطها. بالشكل هلا بعد ما حطيت كل الكميه اللي عندي من البقله، شوفوا كيف دبلت. وعم المي طبعا اللي انا ما حطيت مي للاكل، المي اللي بتشوفوها هلا هون هي طالعه من خواص البقله نفسها. وهون كمان هذا الطبق الثاني كمان نفس الشيء صار دبلان والوانه ليكم احلاها. وطبعا الريحه كتير كتير طيبه. انا رح اتركها شي 5 دقائق هون لحتى شوي يتماسكوا، ومثل ما بيقولوا نحن بنقول بتعقد بتصير. فرح خليها شوي لحتى هيك تصير المي تبعيتها مخترة يعني. هلا نحن حطينا طبعا الليمون، البقله معروف عنها انه هي بتعطي ماده لزجه، نحن حطينا الليمون. هذا الليمون هو اللي بيخليها ما تعطي هي الماده، وبتضل الورقه صحيحه هيك، ما بيكون فيها هاللزوجه هيك. طبقنا هيك صار جاهز، ومثل ما عملت لكم هلا نحن شفتوا هي تبع البندوره والكزبره الخضراء، وهي بدون كزبره خضراء مع الجزر. الف صحه وعافيه، بتمنى انه يكون عجبكم. فيكي تعصري طبعا انت ليمون اذا لقيتي الحمض ما بيناسبك. وتابعوني على قناتي مطبخنا السوري، واهلا وسهلا فيكم.